إدارة راكناوات. نعم. طبيبة في المنظمة الجامعية بعين تلمسان. نعم. حنا هنايا رانا مع الحملة اللي رانا دايرينها ضد تحسيس فيروس كورونا، باش ان شاء الله حنا ينقوا تجاوب الشعب اللي راه شويه نقولوا خف ما راش دايرها بعين الاعتبار. نوعوهم باش يديروا الكور اوبليغاتوار التباعد الاجتماعي. هذا اللي ماناش نشوفوه بزاف اللي زواج. هذه هي النقطة الأساسية عندنا اللي رانا نركزوا عليها. أكيد. معنا سيدة سلعان سليمة رئيسة المكتب الولائي للمنظمة الوطنية لحماية الطفولة والشباب مستشفى عين تلمسان. سعداء جدا بهذه المبادرة. تتواصل الحملة التحسيسية. نشكر كل من حضر في هذه الأمسية لإجراء هذه القافلة. نحن دائما متأهبون وحاضرون لمواصلة المسيرة ومكافحة هذا الفيروس. نقوم دائما بالتوعية والتحسيس. نقول للمواطنين أن الوباء لا يزال قائم وخطورته تزداد يوما بعد يوم، لذا عليهم الحيطة والحذر. ونشكر كل المؤسسات الدولة التي تقوم بهذه الحملات والمجتمع المدني، وشكرا لكم. نعم، شكرا لك. بوحدة القادة نائب المنظمة الوطنية للمجتمع المدني. اليوم رانا حاضرين هنا باش نمثلوا المجتمع المدني من أجل توعية وتحسيس المواطنين من كافة أنحاء الولاية. وهذا